احنا بقى اللي عملنا حواوشي على الكانون. تقولي حواوشي على الكانون يا اماني؟ هقول لك ايه المشكله يعني لما نعمل حواوشي على الكانون؟ الكانون ده عيش ومزاج والله العظيم، حاجه كده روقان، تطلعي فوق سطوحك كده وتعيشي حياتك. ما عندكيش سطوح، خشي مطبخك كده وحجه الجريل بتاعك ولا طاستك على النار، وهدي البوتاجاز واقعدي كده عيشي سلطان الزمالك، واعملي احسن سندوتش حواوشي ممكن تاكليه من غير لحمه مفرومه. هنعمله النهارده بالخضار وبالجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا. ممكن ما عندكيش جبنه ما تحطيش، عندك حطي، ويا بقى لو شويه زيتون كده حطيهم معاهم. عندكيش جبنه ممكن تزودي فوق الجبنه والزيتون اصلا، وفوق شويه الخضار اللي احنا حطيناهم دول حتتين سوسيس، حتتين سجق، شويه بسطرمه. ممكن نحط ايه كمان، اي حاجه عندك في المطبخ عايزه تحطيها حطيها. السندوتش طالما الحاجه بتستوي في السريع او الحاجه اصلا مستويه بنحطها على الخلطه بتاعتنا وبنسويها وصفه تحفه جميله جباره. وكل ما تبدعي فيها كل ما يطلع معاكي اطعم مختلفه فيها. الولاد ما شاء الله بقوا يحبوها، تقريبا بيفطروا بيها كل يوم دلوقتي. بنحشي السندوتشات بتاعتنا، نحط رشه ملح بس عشان خاطر الخضار، ونحشي بس نحط لها اسمها ايه دي ندهن وشها كده دهنة زيت من فوق ومن تحت، ونحطها على الجريل بتاعنا او على الطاسه بتاعتنا الجميله تستوي. وقدميها بقى، طبعا ازازه الزيت ما شاء الله اتدلقت واحنا ما خدناش بالنا واحنا شغالين. ولو لسه تتفرجوا علينا ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل زيكم، وتشتركوا في القناه وتتابعونا وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.